ولا ولد ولا اللي قوة كان زين على 3 بنات، يقول انه واخد شابو. ايه الشابو دي؟ شابو ايه هو ما الشابو شابو، في دي؟ شباب كتير ايه مشى في الشابو سكة اللي خلاه الشابو يا ابو عمل محمود. كده؟ طب الشابو يدمر البني ادم بالشكل ده. لا حول ولا قوة ولد الا على بالله 3 العلي بنات العظيم. راح. الحيله والتخير اجيبه من فين تاني؟ ارجعه ازاي تاني؟ ولد راح يا عم ايوب، مش لاقي له حل. ولد لا يعرف ابوه من عمه ولا خاله من خالته. ولد اتدمر. امه خايفه منه في البيت، اخته خايفه منه في البيت. انا السبب، انا اللي دمرت ولدي. لا سالته في يوم من الايام بتسهر فين ولا بتروح فين ولا ماشي مع مين. انا اللي دمرت ولدي. بس خلاص، طب اعمل ايه؟ غلطتي عرفتها، طب انا اعمل ايه؟ عايز القى له حل. طب ما ودتهوش مصحة ليه يا ابو لفيت محمود؟ ما خليتش. اللي عايز 40,000 واللي عايز 50,000 اجيب له من فين؟ لا، في جنة مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لا بالمجان اله في الا جني، في الله، محافظة لا جنة يا أبو اله الا محمود. الله. ومحدش يعرف إنه في مركز العزيمة اللي في محافظة جنة بيعالج المدمن بالمجان. موجود يعني؟ ده بالله عليك وهيرجع موجود يعني؟ ولدك. ولد أنا يرجع أنا يعني؟ أوعدك، ولد يعني تاني؟ أوعدك يا أبو محمود هاخد ولدك على مركز العزيمة. طروك هاخد ولدك على محافظة جني في مركز العزيمة. محمود جيب رضا مش غصب عنه في مركز العزيمة اللي في محافظة جنة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الأدمان بالمجان في جمهورية مصر العربية. أنت أقوى من المخدرات، أنت أقوى من المغيبات، أنت أقوى وبيك هنقوى. أنت لازم تبقى قدوة للجيل اللي طالع اللي بيه مصر تقوى. وأنت لازم تبني بكرة. أنت أقوى من المخدرات. وسكة الشابو يا ابو عمو سكة عفشة مشوارها قصير فبلاش تمشيه. سكة وخدت شباب كان عفي والباب مكان يعديه. وبعد عن الناس الزينة والناس الزينة بعدت عنيه. وابوك في البلد الناس هتشمت فيه. فسكة الشابو يا ابو عمو سكة خطر ومشوارها قصير بلاش تمشيه. خليك قدوة لولادك وولاد اختك وولاد اخوك. خليك قدوة للناس اللي بيحبوك. خليك قدوة لغيرك يا اخي، كتر خيرك وارفع براس امك وابوك. وما تشمتش حد فيك ولا في الناس اللي بيحبوك. انت اقوى من المخدرات. مركز العزيمة اللي في محافظة جنة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقوم بتقديم الخدمة بالمجان وفي سرية تامة وبإرادة وحرية كاملة. عشان كده هنصور المكان من غير ما يظهر أي شخص من إخواتنا الرجالي اللي قرروا يبدأوا حياة جديدة بدون إدمان داخل مركز عزيمة. واللي هنشوفه مع بعض جوا يا أبو عمو ده حقيقة مش خيال. وبالنسبة للمتعاطي اللي جاي يتعالج، كل حاجة برضاك مش غصب عنك طبقا للقياسات العالمية. ومركز العزيمة فيه قسمين أساسيين. القسم الأول هو قسم نزع السموم الديتوكس، وبيقعد فيه المتعافي من 10 أيام إلى 15 يوم وعلى حسب الحالة ونوع المادة اللي بيتعاطاها. أما القسم الثاني فهو قسم التأهيل، واللي بيتم فيه العلاج بالعمل. يعني هتتعلم حرفة يا أبو عمو زي النجارة والحدادة والخياطة وغير باقي الأنشطة اللي بيقوم بيها المركز، زي الموسيقى، بلاي ستيشن، بلياردو، بينج بونج، كرة قدم، صالة جيم. يعني اللي برا كنت تلعبوا بفلوس هتدخل جوا هتلعبوا ببلاش يا أبو عمو. وبتقعد في القسم ديتي من 45 يوم ل 70 يوم. مركز العزيمة اللي في محافظة جني بيستقبل الجماهير من أهاليني اللي في محافظة جني، محافظة سوهاج والأقصر وأسوان، يوم الأحد والثلاث والخميس من كل أسبوع في العيادات الخارجية. وللتواصل والاستشارات الاتصال على الخط الساخن 16023. كما يتم متابعة التوعية ضد تعاطي المخدرات في جميع مراكز وقرى الصعيد عن طريق نشاط بيت التطوع التابع للجامعة. أول خطوة يا أبو عمو عليك وسيب الباقي عليني، بس بالإرادة والعزيمة بالانتصار مش بالهزيمة. أنت لازم تكون أقوى من المخدرات.